السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول الكريم عليه افضل الصلاة والسلام، ونشوف عملنا احلى مفتقة او محوجة في الدنيا. طبعا العيش الفينو ده انا عاملاه قبلها بفيديو، خشي شوفيه معمول ازاي، والله بالمية والدقيق بس. دي معايا هنا معلقة كبيرة من الحلبة المطحونة، انا جايباها جاهزة مطحونة، فلازم انخلها بالشكل ده عشان ما يكونش فيها حتة مش مطحونة او كده تمرر يعني او تحسي بطعمها. الطريقة دي طريقة اجدادنا، كانوا بيحطوا الحلبة على العسل ويضربوه كويس جدا ويسيبوه يخمر على جنب. يخمر ازاي مش عارفة، بس هي طلعت طريقة جميلة جدا وممتازة. سبته يخمر على جنب لمدة ساعة، وحطيت هنا عندي في الحلة نص كوباية من الزيت، ومعايا كوباية كبيرة من السمسم، وكوباية كبيرة من السوداني، ونص كوباية من الدقيق. انا عندي هنا السمسم والسوداني ما فيهمش مقادير، لو حبيتي تزودي اكتر من كده ما فيهمش مشكلة خالص. التزمي بكل المقادير الا السوداني والسمسم، زودي تنقصي زي ما يعجبك. الدقيق لازم يبقى نص كوباية على كيلو العسل، والزيت نص كوباية على كيلو العسل. حبيتي تعلي التست شوية ممكن تحطي معلقة سمنة فلاحي مع الزيت على فكرة، يعني تزودي معلقة فوق اللي انا عاملاه ده، او حتة زبدة زي ما يعجبك، او تعمليه كده. دي الطريقة الاصلية اللي احنا كنا بنعملها طول عمرنا. هنبتدي نشوح الحاجات دي كده كلها مع بعضها لحد ما تقريبا بس نطلع الرطوبة، لان انا عندي السمسم والسوداني جايين متحمصين، لو هما مش متحمصين كنت حمصتهم في الزيت الاول شوية، لكن الحقيقة هما متحمصين. بعد ما سبت العسل بتاعي اتخمر حوالي ساعة، هنزله كله مع السمسم والسوداني. وبصي مفيش ولا حاجة باقية في الطبق من الحلبة. دي احسن طريقة تضمني ان الحلبة اتقلبت كويس مع العسل، لان كان برضو في ناس تحط الحلبة كده فوق الحلة على طول، ممكن تكلكع. كانت لازم تترش رشة خفيفة وتقلبي، رشة خفيفة وتقلبي. طب وعلى ايه احنا نعملها بالطريقة دي؟ اسلم واحسن 100 مرة. نص معلقة اللي انا حطيتها في الاخر دي ملح ليمون، دي مهمة جدا، ولو مش عندك ملح ليمون حطي نص ليمونة عشان بس العسل بتاعنا ما يسكرش. هسيبها على النار، لازم تغلي غلوتين كده بس، ما تغليش اكتر من كده. يعني مجرد ما غلت 5 دقايق بالظبط ونزليها من على النار. هنا كانت لسه دافيه، انا نفضتها من الحله في الطبق الكبير ده وكانت لسه دافيه، عشان كده لسه ما تقلتش. كل ما تسيبيها شويه تبرد هتلاقيها تقلت معاكي وبقت عامله زي المربى. جميل، جميله جميله، عجبتنا جدا جدا. وربنا يحسن ما بين ايديكم جميعا يا رب، وتعمليها كده وجربيها، وان شاء الله هتعجبك بالطريقه دي قوي قوي. طبعا احنا هنا عاملين الحلبة دي، فلازم نعمل جنبها عيش فينو. هي ما بتتاكلش ولا بتبقى طعمة غير بصراحة في السندوتشات العيش الفينو. فانا بصي هنا كنت خبزت عيش فينو الفيديو اللي قبل ده على طول، بس هوريكي هنا جمال العيش. تحفة تحفة بصراحة، وعملت يعني عيش كبير كده يشبع يعني. يا نور، تعالى دوق، قولي ايه رأيك. بصراحة تحفة. اللبابة بتاعت العيش جميلة قوي قوي، وانا اتعمدت ان اعمله كبير كده عشان يشبع. وربنا يحسن ما بين ايديكم جميعا، وتعملي ان شاء الله الحلبة دي وتعجبك، وتعملي العيش ده ويعجبك. اشوفكم على خير، باي باي.